هالو meine Freunde, wie geht's euch؟ اهلا بيكم معانا النهارده الجزء الثاني من حروف اللغه الالمانيه. هناخد النهارده من حرف 17 لحد اخر حروف خاصه، وزي ما اتعودنا كل حرف هناخد عليه كلمه بسيطه عشان نقدر ننطقه. ومعانا الحرف 17 حرف الكيو، بس بيتنطق في الالماني كفا كفا. الحرف ده في الغالب بيجي بعده حرف الاو، بيتنطق كفاليتيت كفاليتيت يعني الجوده. حرف 18 معانا حرف الار. الحرف ده ليه قوانين في نطقه برضه، هننزل بيها فيديو نقدر نبص عليه، بس بيتنطق غا غا. zum Beispiel غاد غاد يعني دراجة، أوضة غوت غوت يعني أحمر. حرف ال 19 معانا حرف الاس، بس ده برضه لو جه في أول الكلام بيتنطق زي زي. zum Beispiel زونة زونة يعني شمس. معانا مثال تاني في نص الكلام zum Beispiel essen essen يعني الأكل أو الطعام. حرف ال 20 معانا حرف تي تي zum Beispiel تاج تاج يعني يوم. أوضة تيا تيا يعني حيوانات. حرف ال 21 معانا حرف الأو، ده بيتنطق برضه في الألماني أو. zum Beispiel أوة أوة يعني ساعة. أوضة unterricht unterricht يعني درس. حرف ال 22 معانا حرف الفاو فاو. zum Beispiel فوجل فوجل يعني طيور. أوضة فاتا فاتا يعني الأب. حرف 23 معانا حرف الدبليو، بس بنطق في الألماني في في. zum Beispiel Wasser Wasser يعني مية. أوضة فيتا فيتا يعني الطقس. حرف ال 24 معانا حرف الإكس، ده بيتنطق عادي بس في الغالب لما يجي في أول الكلام في اللغة الألمانية. الكلمة اللي معانا اسمها إكسلفون إكسلفون يعني آلة موسيقية. حرف ال 25 معانا حرف الإبسلون إبسلون. والحرف ده في الغالب لما تلاقيه في أول الكلام لأنه دايما بيجي مع كلمات داخلية على اللغة الألمانية. zum Beispiel يوجا يوجا يعني رياضة اليوجا العادية. حرف 26 معانا حرف الزد، بس بتنطق في الألماني تست تست. zum Beispiel Zeit Zeit يعني الوقت. أوضة Zimmer Zimmer يعني الغرفة. وبعد كده معانا الحروف الخاصة في اللغة الألمانية، دي تقريبا الحروف اللي بتميز اللغة الألمانية عن أي لغة تانية. أول حرف معانا في الحروف الخاصة بس عليه نقطتين، بيتنطق A zum Beispiel Ägypten Ägypten يعني مصر. أوضة إبفل إبفل ده جمع التفاح. الحرف التاني معانا في الحروف الخاصة حرف الأو وعليه نقطتين، بس بيتنطق أو بيبقى مضموم شوية. zum Beispiel شون يعني جميل. الحرف التالت معانا في الحروف الخاصة حرف الأو وعليه نقطتين، بس بنطق او مفتوحة شوية عن الأو التانية. zum Beispiel über يعني فوق. آخر حرف معانا في الحروف الخاصة حرف الاس تت، ده بيبقى الدبل اس. zum Beispiel Straße يعني شارع. لو وصلت لحد هنا وعجبك الشرح ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس، وإن شاء الله مفتاح التدريس خاص ومجموعات في أقرب بداية ممكنة بإذن الله. بالتوفيق لنا كلنا، أو في ذا زين.